عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان. اللي حصل في الحرم الملكي وجع كل مسلم عنده ضمير. مشهد صعب جدا والله العظيم صعب. رجل داخل بيت ربنا جاي يدعي، جاي يطوف، يتزق ويتشتم ويتسحب بالشكل ده قدام زوجته. ده فين؟ في الحرم عند الكعبة. المكان اللي ربنا جعله أمن للناس كلها بقى فيه اللي يتهان ويتبهدل قدام عيون الناس. يا جماعة بيت ربنا له حرمة، له قدسية، ما ينفعش حد يرفع فيه صوته. ما بالك بقى اللي يمد ايده او يتعامل بقسوة. احنا مش ضد النظام ولا ضد الامن، بس يا جماعة الامن مش يعني الاهانة، والنظام مش يعني الغليظة. الناس اللي جاية دي جاية من اخر الدنيا، جاية بقلبها، جاية تبكي، جاية تدعي، تستحق تتعامل برحمة مش بعنف. اللي حصل ده لازم يكون جرس انذار، لاننا لو سكتنا على كده هنفقد معنى القدسية اللي ربنا امرنا نحافظ عليها. بيت ربنا مش مكان للعصبية، ده مكان للسكينة، مكان تطلع منه مغسول من الهم، مش مضروب ومهان. صوري فيديو. لا يا رب صور. اوقف هنا. بعرف صور. اوقف. هنا مش عايز. هنا مش عايز. يا رب رجع لقلوبنا الرحمة، ورجع لقدسيتنا، قدسية بيتك، هبته اللي كانت في قلوب الناس وما زالت. واحنا كمؤمنين لازم نقول كلمة الحق. احترموا حرمة بيت الله قبل ما الزمن يعلمنا الأدب في حضرته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.